9:30 مساء يوم 11 يوليو، يعني بعد حوالي شهر عزيزي المشاهد من نكسة 67، اكتشفت أجهزة الرادار في قاعدة بورسعيد البحرية إن في هدف متحرك اتجاه 68 درجة على مسافة 18 ميل بحري. وبعد تحليل الموقف في مركز العمليات، أصدر قائد القاعدة العقيد بحري أركان حرب سميح إبراهيم برفع درجة الاستعداد لسرب لانشات التوربين، واللي كان بيتولى قيادتها كل من النقيب عوني عذر وممدوح شمس. وصدر قرار باستطلاع الهدف واستدراجه للمياه الإقليمية المصرية وعدم الاشتباك معاه، لأنه هو خارج حدود المياه الإقليمية المصرية، واللي بالمناسبة تعادل 12 ميل بحر. وطبعا ما يشتبكوش بسبب قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، وما يطلقوش النار في المياه الدولية إلا في حالة واحدة بس، وهي الدفاع عن النفس. والساعة 10:45 عزيزي المشاهد اتحرك اللانشين من رصيف المينا، واللانش رقم 225 تحت قيادة النقيب عوني عازر، واللانش رقم 226 تحت قيادة ممدوح شمس. وبعد ما خرجوا من رصيف المينا عزيزي المشاهد، بدأ يحصل خلل